السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف درتوا مع هاد الأجواء وهذا المناخ قلة الأمطار؟ إن شاء الله كنتمناو من العلي القدير يغيثنا يا رب، إن شاء الله بغيت الخير إن شاء الله، وكل شيء إن شاء الله يتبدل إن شاء الله بحول الله. يا رحمن يا رحيم، اللهم أغثنا يا ربي، اللهم أغثنا يا رب وارحمنا برحمتك الواسعة. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون كيف ما وعدتكم حول زيت اللي هو في نفس الوقت كنستخدموه في المطبخ، كي يعطي واحد اللمسه اكثر من رائعه بزاف ديال الاطباق، وفي نفس الوقت ممكن نستخدموه او لا نعتمدوه في الروتين ديال العنايه بالشعر، خصوصا في الوقت ديال الخريف والشتاء. فبقاو معايا ان شاء الله. الفيديو فيه مكونات، او هذه الوصفه فيها مكونات اللي موجوده في المطبخ اغلبيه، وماشي شي حاجه اللي غاليه، شوي 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 من كل حاجه. وما تنساوش ان شاء الله الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه فتعملوا اشتراك، وما تنساوش كذلك فضلا منكم ديروا بارطاج للفيديو باش تعم الفائده للجميع. الفكره ديال هاد الزيت هو هاد الزيت ديال الاعشاب المنسمه. هو صراحه كيعتمدوا بزاف ديال المطاعم الكبرى، لانه كيف قلت لكم هاد الزيت بالاعشاب المنسمه كيضفي اولا كيعطي اولا كيضيف للاطباق واحد اللذه متميزه بزاف. انا كيف قلت لكم هنايا راه غادي نخدموا هاد الزيت صالحه للاكل وصالحه للشعر. لانه كنعرفوا في وقت الخريف ولا وقت هاد الشتا كيكون هاد الفصول هادو تيكون خصوصا النساء تيكون صعيب انه يعني المراه تبقى يعني دير خلطات وصفات ماسكات الى اخره، كيولي يجي العكس. فهاد الزيت فصراحه ممتاز لانه كيجمع بين اقوى الاعشاب الطبيه اللي كتعالج مشكل ديال التساقط ومشكل ديال الفروه، وصراحه النتائج ديالو وصراحه حتى الاستعمال ديالو سهل بزاف. فكيف كتشوفوا معايا هنايا هادو غنخليهم على جانب. هذه هي الوصفه ديالنا ان شاء الله. هنا كيف كتشوفوا عندي اكليل جبل اولا اليازير كيف تنسموه حنا اليازير. اكليل جبل. هنايا عندي هذا بري، عندي بري هذا. اكيد اعشاب كلها كبدايه. هنا نقول لكم الاعشاب كلها تغرب المزيان وتنقى يكون فيها شي حجر ولا شي حاجه، خصوصا عندنا هنا الزعتر والزعتره والحبق يقدر يكون فيهم هنا. مهم كنقوهم. اش كنعملوا ليهم؟ كنشدوا هاد سميتو كناخذوا اللي نقيناها كنديروها بحال هكا في زليفه ولا في اناء ولا في طبسيل، جمعوا فيه كلشي. والفران غادي تسخنوه على درجه حراره 100 درجه، كنديروا على فران ديال الفران الكهربائي، وتخلوه طفيو عليه، تخلوه واحد شويه تنخفض درجه الحراره تقريبا ب 90. المهم انا الناس ما غنقولش على الترمومتر ولا شي حاجه، ولكن غير اون فوا ندخل يديا الفران نقدر نستحمل ديك الحراره، عاد ندخل هذاك الطبق ديالي اولا هاد الاطباق اللي درت هنايا هاد الاعشاب هادو نخليهم ربع ساعه لا اقل ولا اكثر. هنا الهدف من هاد العمليه هنايا انه الاعشاب كنزول وكتزال منهم ديك الرطوبه اللي كتكون فيهم، وحتى هذيك الرائحه الفواحه اللي فيهم ولا العطر اللي فيهم تيبرز بزاف. لانه خصوصا هنا في المساله مازال المناطق الجبليه ولا الجافه، بالاحرى المناطق الجافه راه ما كيكونش عندهم مشكل، يعني كتكون الرائحه ديال الاعشاب كتكون فواحه، ولكن الا دخلتها الرطوبه او البروده كيف تنقولوا، ولا خصوصا فاش كان في فصل البرد فتيكون الرائحه ديالها كتنقص شويه. ف هذا هو السر ديال انه سميتو ندخلوها ولا نسخنوها ولا نصهدوها، ما ديروهاش في الشمس لا الشمس لا. هنايا كيف قلت لكم عندي اكليل الجبل، اليازير، عندي شوي من كل حاجه. هنا اكليل الجبل كنعرفوا اكليل الجبل مهم بزاف ورائع بزاف للتساقط الشعر ونمو الشعر. عندنا هنايا وحتى بالنسبه هنا كندوي حنا هنايا بالنسبه حتى بالنسبه داخليا، يعني الاستعمال الداخلي مزيان الجهاز الهضمي وللكبد بواحد الطريقه رائعه بزاف. هنا عندي الزعتر كيف كتشوفوا، هذا الزعتر، هذا الزعتر. هنايا زعتر سميتو الاوريغانو. وهنا عندي الزعتره كيف كتشوفوا بالثان.
زعتره. هنا الفرق بين الزعتر والزعتره، كاين بزاف الناس كيختلطوا اولا كيغلطوا اولا كيخلطوا بيناتهم. المهم الزعتر تيكون اوراق ديالو كبار، اوراق ديالو كتكون اكبر حجما من الزعتره. الزعتره اوراق ديالها تيكونوا رقاقين بزاف. وهنا راني كنهضر على هادو يكونوا سوفاج، ماشي المزروعين. انا هادو عندي سوفاج يعني بريين، يعني الزعتر والزعتره بريين، تيكون فيهم نكهه مختلفه بزاف على الزعتر ولا الزعتره اللي تيكونوا مزروعين. انا هنا عندي ورق الرند لوريي. هنا كاين اللي كيقولوا عطات موسى ولا ورقه موسى. ورق الرند هنا عندي بضع اوراق. حفينه هنا غير حيت عندي الزعتر والزعتره فكنديروا الزعتر. ما تنساوش الزعتر النكهه ديالو راه قويه، اقوى من الزعتر. الزعتره واخا الاوراق ديالو رقاق ولكن النكهه ديالو اقوى من الزعتر. هنا عندي الحبق ماشي الريحان، الحبق البازيليك كيعيطوا له في الشرق الريحان، هو اللي كيسموه الريحان. هنا هذا عندي هنا عندي حبق بلدي. هذا الحبق بلدي، حبق مغربي، نوعيه مغربيه اللي زعما اللي لقيتو لقيتو البازيليك الايطالي، هذاك الورقه المعروفه الايطالي اللي كتكون كبيره وكتكون ما فيهاش هاد الخطوطه هكا، فاستخدموها. ما لقيتوش الا عندكم زارعين الحبق شدوه نشفوه وديروه. ما ديروش الخضر نهائيا، الخضر ما ديروش لانه غيتعفن لكم الزيت. فانا عندي كميه ديال عفوا الحبق تا هو فوائد ديالو رائعه بزاف، ولا سواء الشعر لانه هوايه كيعالج لنا الفروه، كيعالج الفروه بشكل ممتاز، وهو كيزيل لنا السموم. الورق الرند حتى هو مزيان المشاكل اللي كتكون في الفروه وحتى لتساقط الشعر. الاعشاب بشكل عام هي مضاد اكسده قوي في مجال النباتات. فلهذا فرهنا في استعمال داخلي فكنستافدوا من مضادات الاكسده اللي كاينه في الاعشاب. وهنا مع الاستعمال فراه كنفيدوا كنستافدوا من الناحيه الصحيه. وبالنسبه للفوائد راه كثيره بزاف، كثيره بالنسبه للشعر. هنا الطريقه راه سهله جدا، انا حبيت غير نعرف عليكم، غير انني ناكد عليه ما تستعملوش هاد الاعشاب واخا توفروا لكم طازجين خضرين ما تستعملوهمش، لانه غادي تعفن لكم الزيت، لانه الزيت فيها في عفوا الاعشاب فاش يكونوا خضرين فراه كتكون فيهم واحد نسبه ديال الماء. الا درنا هنايا هذا الاعشاب هنايا. ومساله اخرى اللي تيوقع هو انه النبته كتشرب، هاد النبته العشبه كتشرب داك الزيت وكيولي كتبقى عريانه. داكشي علاش كيوقع المشكل. هنا درنا الاعشاب الجافه فراه ما تيوقعش لنا هذا المشكل. واخا مثلا طفات لينا يعني طلعات الفوق هاد الاعشاب جافه فما تيوقع لها حتى شي مشكل عكس الخضر. هنا بسم الله غادي ناخذ هنا غير سميتها غير هاد الاعشاب. غندير كيف قلت لكم هنا الحبق كيف كتشوفوا راه تقريبا هاد الكميه كلها بين هاد المواد كلها تقريبا 50 غرام غنديرها انايا في ايترو ونص ولا ايترو ديال الزيت، انا هنايا غادي ندير هنا غنجيب ورقه ندير فيها غير هنا باش نحط هاد الزيت هنايا وباش نحط الاعشاب ديالي هنايا. و باش طرح ليا شي حاجه طيح لي في ورقه ويجيني سهل انه نعاود نخويا. هنايا بسم الله غادي نبدا بسميتو هنا هذا واحد العود ديال التبن. غنبدا بالحبق. الحبق كيف قلت لكم الحبق هو الريحان اللي كيسموه في المشرق، هو البازيليك. بسم الله. وهنا واخا العواد راه ماشي مشكل، خلوا العواد راه هما تيكون فيهم النسمه وتكون فيهم حتى المواد الفعاله اللي كتكون في هذا. بسم الله. هنايا عندي الحباق. هنا ما تحتاجوش، انا غنكمل انا غنضيف هذه الكميه كامله. ما تحتاجوش انكم ما تطحنوهم ما تدقوهم ما حتى شي حاجه، يعني غتخلوهم كما هما، لانه لا طحنتوهم ولا مازال ممكن تهرمشوهم شوي. مثلا بحال هذا ممكن تهرمشوا شوي، ولكن من الاحسن ما تهرمشوهمش، لانه الا هرمشناهم ولا طحناهم غتولي النكهه ديالهم خارجه قويه بزاف، ما تعطيكمش داك اللوغو اولا المذاق
الطبيعي المستساغ اللي ممكن مثلا يكون زوين ديال الاعشاب المنسمه، فاللهم خلوهم هكا، لانه حنا قلنا بغينا نستخدموهم للاكل وبغينا نستخدموهم للشعر. لو كنتو بغيتوهم غير الشعر بوحدو ممكن طحنوهم، ما كاينش اشكال، ولكن من الاحسن خلوهم هكا. كيف قلت لكم وصفه سهله، يعني يعني نستخدموها لهذا الطبخ ولهذا الشعر تاعنا جميل. كيف كتشوفوا هنايا درت الاعشاب ديالي كاملين. هنا ها هي الكميه مازال ما هودوش غادي، يا اما ما بغيتش نكثر الماء عندي في المطبخ، يا اما ندير غير العمليه هكا نخلط مزيان حتى كينزلوا كيشربوا. كيف كتشوفوا هنا نزلوا كاملين. هنايا ممكن انا نزيد الزيت، ممكن نزيد الزيت. وهنا على فكره ممكن ديروا هاد الوصفه هذه ديروها في قرعه في بول هكا، ولكن عفوا في قنينه بحال هكا. انا صراحه ما لقيتش القرعه، المهم احسن القرعه اللي عندي ما طلعش غادي نستعملها، لانه هذه بحال هكا ديروا في قراعي بحال هكا تيتسدوا وتخلوهم تحت منها. انا ما لقيتش بحال هاد القراعي، ف ديباني خدمت بهذه ريتها. يعني انا من الاحسن كديروا هاد الوصفه في قنينه يكون الفم ديالها كبير، باش حتى لو تخرجوا من بعد 12 شهور او سنه كاع وتخرجوا دوك الاعشاب تنظفوها يجيكم الامر سهل. ما ديروش في القراعي اللي صغار. هنا كندير كيفاش نكمل هذه العمليه. كنغطيها مزيان، كنغطي المهم فاش قلت لكم فاش كتكون عندكم لهذا القرعه راه كتغطوا بالغلاقه ديالها وكتخلوها في مكان مظلم، تدخلوها في بلاكار، ما ديروها لا في حمام مريم لا في حتى شي حاجه. كتغطوها ونساوها على الاقل واحد شهر، وديك الساعه تبقاو تخلوا هذه هي القنينه الام، وكتكبوا في قنينه بحال هكا. وممكن مثلا بحال هذه ديروا فيها واحد شويه ديال الزعتر، شويه ديال يعني ورقه شوي يعني باش تبقى لكم هذيك النكهه بارزه بزاف ديال الاعشاب المنسمه. وممكن كذلك كتبقاو تهزوا من هذه وتستخدموها للشعر، تشققوا بها شعركم قبل من الحمام او لا قبل ما الدوش، يعني نص ساعه راه كافيه غتستافدوا منها ان شاء الله. هنايا واحد المساله انا غنضيفها هنا، داكشي خليتها في الاخر. هنا عندي الفلفل الحار. الفلفل الحار يكون جاف. هنايا غتديروا واحد الحبه صغيره بزاف. هنا الدور ديال هاد الفلفله اللي ما كاينش في هاد الاعشاب هو انها كتنشط لينا الدوره الدمويه. فهادي وحتى الناس اللي كيبغوا في الزيت المنسمه الحار فراه ممكن كيضيفوها، ممكن يسيباريو يعني من بعد كيقسموا الزيت وممكن يزيدوا فيها اكثر او يزيدوا حتى الهريسه اللي مطحونه. ولكن انا غادي ندير غير هذه بوحدها، يعني تكون مسدوده باش ما تطلقش ليا الحار بزاف. ولكن الناس اللي عندهم فروه حساسه، الناس اللي عندهم التهابات في الفروه، الناس اللي عندهم مشاكل في الفروه، عندهم هكا ولا عندهم هكا مصحوبه مع تحسس الى اخره، فما ننصحكمش ديروا الفلفله حاره. فالفلفله حاره بلاش. ممكن كفكره تستخدموا حبات قليله ديال الخردل، حبات بذور الخردل اللي غندير الموطارد، ممكن تستخدموهم حبات قليله حتى الدور ديالهم كينشطوا الدوره الدمويه وكيضيفوا حتى نكهه للزيت ديالكم. فانا بسم الله كنضيف هذه فقط، وكنأكد انها تكون مسدوده باش ما تطلقش لنا هذا الحار بزاف، يعني وتكون ناشفه مجففه، ما تكونش طازجه. هنايا غادي ندوز انا لواحد زيت اخرى، واحد الاعشاب منسمه اخرى. هما اللي عندي هنايا خليتهم قلت لكم في الاخر. بالنسبه لهذا المانتا اولا مانتا، وهذا فليو، هذا فليو مانت بوليو، وهذا بجوجهم هادو
بريين صوفاج، هادو صوفاج ماشي هادوك ماشي النعناع فلي ولا كيتباع دمو النعناع ولا مانت اللي كتباع لنا، هادي تيكون عندهم نكهه خاصه. وللاشاره فهاد الاعشاب انايا هادي وبعض الاعشاب هنا حتى اليازير هذا كناخذهم من عند واحد السيده كاينه في الشمال، عندها هاد الاعشاب تيكونوا بيو طبيعيين غير مرشوشين صوفاج. حيت لكم الناس اللي كيعرفوا الاعشاب راه تيعرفوا النكهه بين المانت بين النعناع هذا عفوا النعناع البري والنعناع اللي تيكون مزروع، فكتكون النكهه ديالهم مختلفه تماما. وحتى سبحان الله العظيم البري هادو اللي كيكونوا بريين صوفاج تيكون فيهم فوائد كثيره بزاف، وتكون فيهم سبحان الله العظيم تركيبه مختلفه. غنخلي لكم الرقم ديال سميتها هناء، كاينه في جهه الشاون، فغنخلي لكم عندها اعشاب منسمه بريه وبزاف ديال الاعشاب. هنا بالنسبه لهاد المانت ولا هاد سميتو غتلقاوهم حتى كيتباعوا بحال الكرباطي قبطات. انا صراحه الا لقيتهم بحال هكا فاش كنكون مسافره، فاش كناخذهم في الصيف، في الصيف تيكونوا موجودين كناخذهم، تقدروا تلقاوهم بحال الكربطات وتقدروا تلقاوهم بحال هكا بريين بيان سور. هادو بريين، هذه ديال جهه تيزنتيشكا، جهه ورزازات تيزنتيشكا، عندهم حتى هما الاعشاب المنسمه الاعشاب هادو العطريه ولا الطبيه صراحه رائعين بزاف. فانا قلت لكم بالنسبه لهاد الوصفه، هاد المانتا والفليو مزيانين. انا نقول لكم هنا كاضافه اللي عندهم الشعر دهني ولا فروه دهنيه وعندهم حتى القشره والحكه الى اخره، فهنا هادو كيعطيو واحد كيبردوا علينا الفروه وكيعطيو واحد الانتعاش للفروه وللشعر. زيد على ذلك انه حتى هما كنخدموهم في المطبخ، حتى هما كنخدموهم في المطبخ، ممكن ديروهم وتغمسوا فيهم الزيت مع الصباح. عندهم فوائد كثيره خصوصا في وقت الخريف والهذا والشتاء، عندهم فوائد كثيره صراحه بزاف كيعجبني. اصلا عمر اتاي بالفليو وبالمانتا في الفصل ديال الخريف والشتاء. هنا راه امر حتى هو ساهل. بسم الله، غادي نجيب انا غندير واحد القريعه صغيره وغادي ندير هاد الكميه ديالي. بسم الله، غادي ندير كميه من هنا. كنأكد قلت لكم انا صراحه هادو واخداهم من عند هنا صراحه. انا تقريبا راه هي عندها جروب في الفيسبوك في كتبيع المواد هادو ديال المناطق الجبليه، وصراحه التعامل ديالها الله يعمرها دار. تقريبا كنتقدم عندها اكثر، دابا تكون المهم كنعرفها اكثر من سنه، ولكن تقريبا اقل من سنه باش يعني كنتقدم عندها صراحه. هاد صراحه هاد الفليو اللي عندها مهم ما عمرني لقيتو عند شي بلاصه اخرى سبحان الله العظيم. هاد الفليو اللي كاين في المنطقه تمايا سبحان الله العظيم نكهه متميزه بزاف. فكنكمل انايا هاد الكميه ديالي. كيف قلت لكم ممكن تغمسوا به في الزيت مع الصباح، تغمسوا به وديروه في سميتو في اي مقبلات. كيف هاد الزيت راه ممكن تستخدموا به نطاق واسع في الطبخ، في المقبلات، في لي بات، في البيتزا، يعني في حتى في هذا في الحسوات، يعني في الحساء، يعني استخدموه كيما بغيتو. وكيف قلت لكم الفوائد ديالهم راه كثيره بزاف. داكشي قلت لكم ديروا هذه القريعه الصغيره كتستافدوا، خصوصا الناس اللي ما كيحبوش الاعشاب في اتاي ممكن يستافدوا من الفوائد ديال الاعشاب بهذه الطريقه في الاكل. تديروا تقريبا معلقه، وممكن حتى تشربوهم، ممكن حتى ديروا معلقه تشربوها ما كاينش مشكل. ف هذا ما كان كتخليها حتى هي ترقد واحد تكون هكاك شهر، وممكن تستخدموها يعني بعد 15 يوم. نفس الشيء بالنسبه لهذه. وبالنسبه كيف قلت لكم الشعر فراه كتستخدموها مره في الاسبوع، تستخدموه مره في الاسبوع. نص ساعه قبل كنأكد تعملوا هذا الزيت يكون مع ذلك مساج خفيف لطيف على الشعر، خصوصا ما استعملتوش او استعملتوش في الحاره، باش الدوره الدمويه كتنشط والفروه كتغذى بهذا الزيت وكتستافد اكثر. وديروا هذاك الدره ديالكم بالزيت فوطه اللي بغيتو واحد نص ساعه وكتدخلوا تدوشوا وفي الاكل ديالكم استخدموها كيف ما بغيتوا بالصحه والراحه. سمحوا لي طولت عليكم بزاف، ولكن الهدف هو الافاده ان شاء الله. وادق التفاصيل دائما ابسط التفاصيل كتعمل فرق في بزاف الوصفات، في اغلب الوصفات، وفي نجاح الوصفات. السلام عليكم.